في سؤال بيتسأل من أكتر من 50 سنة. سؤال بيظهر وبيختفي، وكل ما حد بيفكر إنه انتهى بيرجع تاني. هل الأمريكان وصلوا القمر فعلا، ولا إحنا كلنا اتخدعنا؟ مش هقولك ومش هقولك لأ. أنا هعرض عليك الحقائق الكاملة، مش المنقوصة، وإنت اللي تحكم. استنى بس لآخر الفيديو، لأن اللي هتعرفه في الآخر مش هتلاقيه في أي مكان تاني. عشان تفهم القصة لازم ترجع للستينات. العالم كان مقسم، أمريكا من جهة والاتحاد السوفيتي من الجهة التانية. مش بس حرب سياسية، ده كان سباق كبرياء، سباق للتاريخ. السوفييت كانوا سابقين في كل حاجة. 1957 أول قمر صناعي في الفضاء، سبوتنيك. 1961 أول إنسان في الفضاء، يوري جاجارين. وأمريكا كانت متأخرة ومهزوزة. جاء كينيدي في 1961 وقال جملة اتحفظت في التاريخ: سنضع إنسانا على القمر قبل نهاية هذا العقد. وبدأت ناسا تشتغل بجنون، أموال ضخمة، علماء من كل مكان، وضغط سياسي لا يحتمل. بس قبل ما يوصلوا للقمر حصل حاجة كتير ناس مش عارفينها. في 27 من يناير 1967، قبل الهبوط على القمر بسنتين وشوية، اشتعلت النيران في كبسولة أبولو واحد خلال اختبار على أرض الإطلاق في كيب كينيدي. 3 رواد فضاء ماتوا في ثواني: جاس جريسوم، إد وايت، وروجر شافي. جريسوم كان قبلها بيتكلم بصراحة إن المركبة غلط وغير آمنة. هو وطاقمه التقطوا صورة ساخرة وهم منحنيين في وضع الصلاة، وكأنهم بيبعثوا رسالة واضحة إنهم مش واثقين في اللي بيحصل. وفي نفس اليوم قال جملة إشعار: إزاي هنوصل للقمر وإحنا مش قادرين نتكلم مع بعض من جوه مبنيين في نفس المكان؟ وكان بيسمي الكبسولة جرد المليان براغي. وبعدها مات. اللي اتكشف بعد الحادثة كان أخطر. المركبة كانت مليانة أكسجين نائي بنسبة 100%، والباب كان بيفتح للداخل. وده معناه إن أول ما النار اشتعلت الضغط جوه مناعهم يفتحوه تماما. التقارير قالت إن الوفاة كانت بسبب استنشاق الغازات السامة والحروق. إيد وايت، أول أمريكي يمشي في الفضاء، كان محتاج وقت عشان يفتح الباب بإيده، يدور الترس أكتر من مرة، لكنه مات قبل ما يقدر يخرج. وبعدها بسنين ابن جريسوم قال إنه شاف حاجة غريبة في الكبسولة المحترقة، ولوح لفكرة إن ممكن يكون في شرارة حصلت بشكل متعمد. لكن الكلام ده اتنفي رسميا. ويبقى السؤال اللي لحد دلوقتي ملوش إجابة واضحة: مين كان أخطر على ناسا؟ موت 3 رواد فضاء، ولا كلامهم اللي كان ممكن يكشف حاجات مش المفروض تتقال؟ بعد الكارثة دي بسنتين، في 20 من يوليو 1969، 530 مليون إنسان جلسوا قدام شاشات التلفزيون في كل أنحاء الدنيا وشافوا نيل أرمسترونج بيهبط من سلم المركبة ويقول: خطوة صغيرة للإنسان، قفزة عملاقة للبشرية. كانت لحظة تاريخية. بس بعد سنين بدأت أسئلة غريبة تطلع. ناسا اشترت العلم الأمريكي اللي اتزرع على قمر من محل في هيوستن ب$5.50 بس. وفي الصور والفيديو العلم بيتحرك وكأن فيه هواء، بس في القمر مفيش هواء خالص. الرد العلمي: العلم عليه سلك أفقي في الأعلى عشان يفرضه في غياب الجاذبية. كان بيتحرك لأن الرواد كانوا بيغرسوا العمود في التربة اللينة، وبسبب إن مفيش هواء يوقف الاهتزاز فضل بيرفرف فترة أطول من المعتاد. ده مش دليل على تمثيلية، ده بالظبط العكس. ثانياً، مفيش نجوم في أي صورة. لو إحنا على القمر فعلاً بعيد عن أي تلوث ضوئي، مفروض السماء تكون مليانة نجوم. فين النجوم في الصور؟ الكاميرات الهاسلبلاد اللي استخدموها كان إعداد سرعة الغالق بتاعها مضبوط عشان يصور التضاريس المضاءة بالشمس في أرض القمر. عشان تصور نجوم خافتة محتاج فتحة عدسة واسعة وتعرض طويل. لو عملوا كده كانت كل الصور هتتعرض زيادة وتبيض. ده مش لغز، ده علم التصوير الأساسي. ثالثاً، حزام فان ألين، المنطقة المميتة ده اللي بيستخدمه المشككون أكتر من أي حاجة تانية. حول الأرض في منطقة ما بين 1000 و60 ألف كيلومتر فيها حزامان من الإشعاع عالي الطاقة، الجسيمات الشمسية المحتجزة في المجال المغناطيسي للأرض. لو إنسان فضل فيهم وقت طويل ممكن يموت. ده كان قلق حقيقي قبل البعثة. عشان كده صمموا المركبة بحيث تخترق الحزامين بأسرع وقت ممكن، وحوطوا الكبسولة بألومنيوم خاص. قياسات الجرعات الإشعاعية ل9 بعثات أبولو أكدت إن المتوسط كان 0.46 راد، أقل بكتير من الحد المميت. رابعاً، ستانلي كوبريك صور الكذبة، ده الجزء اللي يلبسك برغم إنك عارف إنه مش منطقي. الاتهام بيقول إن ناسا اتفقت سرا مع المخرج الأسطوري ستانلي كوبريك عشان يصور لقطات مزيفة
بحجة إنه كان خلاص خلص فيلم 2001 أوديسة الفضاء اللي فيه مشاهد فضائية واقعية جدا. الخطة كانت إن الصاروخ يطلع حقيقي، بس الكبسولة تفضل في مدار الأرض، وبعدين يبصوا لقطات مزيفة مباشرة من القمر. مفيش دليل واحد على ده، والحقيقة إن فيلم كوبريك بدأ واقعياً لأنه استعان بمهندسين فعليين من وكالات الفضاء، مش العكس. ناسا رجعت 382 كيلوغرام من صخور القمر. معامل مستقلة في دول مختلفة حللتها وأكدت إنها أصلية، مش أرضية ومش نيازك. الصخور دي جيوكيمياً فريدة، مفيش فيها آثار مياه، فيها دليل على تعرضها لصدمات في جو بدون هواء، وأغلبها أكبر من أقدم صخرة على الأرض ب200 مليون سنة على الأقل. حد يقدر يزور ده؟ مستحيل بتكنولوجيا الستينات. الدليل التاني، المراية على القمر. رواد أبولو وضعوا على سطح القمر مراية عاكسة ليزر، لا تزال مستخدمة لحد النهاردة من أرصاد في الأرض. أي مرصد في العالم عنده ليزر قوي كفاية يقدر يطلقه على القمر ويقيس المسافة بدقة متر واحد. يعني الأدلة مش بس في الأرشيف، دي أدلة حية بتشتغل دلوقتي. الدليل الثالث، العدو الأكبر صدق الاتحاد السوفيتي اللي كان عنده شبكة استخباراتية ضخمة وبرنامج فضائي خاص بيه، كان بيرصد كل إشارات أبولو في الوقت الحقيقي. لو كان في تزوير، السوفييت كانوا أول واحد يفضحوه. ده كان هيكون انتصار دعائي ضخم ليهم. بدل كده، موسوعتهم الكبيرة في 1970 وصفت هبوط أبولو 11 بالحدث التاريخي الثالث في عصر الفضاء. الدليل الرابع، دول تانية شافت الدليل بنفسها. أقمار صناعية من اليابان والهند وغيرهم التقطت صوراً لمواقع الهبوط، وفيها قطع المركبات وآثار الأقدام بوضوح في الإحداثيات اللي ناسا حددتها بالظبط. مش الأمريكان لوحدهم، دول تانية مستقلة أكدت نفس الحاجة. الدليل الخامس، 400 ألف شخص، 400 ألف عالم ومهندس وفني اشتغلوا على برنامج أبولو. عشان التزوير ينجح، كل ال400 ألف ده لازم يصمتوا لمدة 50 سنة وما يتكلمش واحد منهم. ده مش بس صعب، ده مستحيل. نيل أرمسترونج، الرجل اللي المفروض إنه أشهر واحد في العالم بعد اللحظة دي، قضى باقي حياته بعيداً عن الأضواء تماماً. رفض المقابلات، ابتعد عن وسائل الإعلام، وكان دايماً يقول إن الإنجاز مش له هو، ده إنجاز 400 ألف إنسان. بوز ألدرين اتسأل مرة في مصعد من طفل، ليه ما رحتوش للقمر تاني؟ فضل صامت ودموعه وقعت. وبعدين في سنة 2002 صحفي اتهمه بالكذب وزعل منه. ألدرين ضربه بجمع إيده. وقتها قال، لو مش مصدق جرب أنت. مش رد دفاعي ده، بس في حاجة وراها. مش السؤال هو هل روحه ولا لأ، السؤال الحقيقي هو ليه بعد 50 سنة لسه في ناس مش مصدقة. الإجابة مش في الصور ومش في الصخور، الإجابة في نفسية الإنسان. لما حكومة تكذب مرة، بتخسر ثقة الناس في كل حاجة بعدها. أمريكا دخلت حرب فيتنام على أساس أحداث مزيفة. أمريكا غزت العراق على أساس أسلحة دمار شامل ما تلاقيتش. فالناس اللي مش بتصدق في رحلة القمر مش بسببها هي، بسبب كل الكذب التاني اللي اتبنى قبليها وبعديها. الشك بقى هو رد الفعل الطبيعي، مش الاستثناء. الأدلة العلمية بتقول أيوة، روحوا. الاتحاد السوفيتي اللي كان عنده كل سبب يفضحهم ما فضحهمش. دول كالهند واليابان شافت الأدلة بنفسها على سطح القمر، بس في نفس الوقت رجالة ماتوا، تسجيلات اتاكلت، وأرمسترونج عاش زاهدا في المجد حتى مات. وانت بتصدق ايه؟ مش بقولك مين صح ومين غلط، بقولك فكر بنفسك، لأن الإنسان اللي مش بيسأل ده اللي بيتخدع فعلا. اعمل سبسكرايب، لأن الفيديو الجاي أقوى من ده بكتير. وحط في الكومنتات فريق صدق ولا فريق مش مصدق.